مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل أشرف حكيمي يشعل حربا جديدة مع بوسكيت. والآن إلى التفاصيل. أعاد النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي إشعال فتيل عداوة قديمة مع نجم برشلونة السابق سيرجيو بوسكيت، وذلك خلال فوز فريقه باريس سان جيرمان الكاسي على إنتر ميامي بنتيجة 4 أهداف لصفر في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. ورغم التسجيل لهدف رائع اختتم به مهرجان أهداف فريقه، إلا أن احتفال الحكم هو الذي خطف الأضواء، حيث أيقظ عداوة دفينة بينه وبين بوسكيت. وحسب صحيفة RMS الفرنسية، فإن ما لفت الانتباه أكثر من أداء حكيمي الهجومي كان احتفاله المستفز، والذي بدا موجها مباشرة إلى لاعب خط الوسط إنتر ميامي سيرجيو بوسكيت. فقد احتفل حكيمي بهدفه بتقليد حركة البطريق الشهيرة، وتعود قصة هذه الحركة الرمزية إلى مونديال قطر 2022، حيث استخدمها حكيمي لأول مرة احتفالا بها بفوز المغرب على إسبانيا بركلة الترجيح، في مباراة كان فيها بوسكيتس قائدا للمنتخب الإسباني. ولم يرق هذا الاحتفال حينها اللاعب الإسباني، الذي أظهر لاحقا امتعاضه من سلوك حكيمي. وفي يناير 2024 رد بوسكيتس بطريقة غير مباشرة، حيث نشر رسميا كاريك كاريكتيري بطريق يتزلج ويسقط، وذلك مباشرة بعد إقصاء المغرب من كأس إفريقيا أمام جنوب إفريقيا، وهي المباراة التي أهدر فيها حكيمي لركلة جزاء حاسمة. شكرا، هذا كل ما في الموضوع بقناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.